اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. مرة أخرى يا أمة الإسلام، لدينا شيخ من شيوخ علماء أهل السنة والجماعة وهو أبو إسحاق الحويني، يبدو وكأنه واقع في مشكلة، وكأنه قال كلام أو عالج مشكلة تلقى من خلال هذه المعالجة انتقادات وبعض التقييد، مما جعله يحاول أن يتراجع عن كلامه. فاسمعوا ماذا يقول حتى نعطيه فرصة لكي يدافع عن نفسه. ولكن انتبه يا أمة الإسلام، يا كل من يسمعني، انتبهوا إلى المثل الذي يقوله في الأخير. مهم جدا أن تركزوا على المثل. نسمع مع بعضنا أبو إسحاق الحويني ماذا يقول. بعض القنوات الفضائية تقطع من كلامي كلاما أنا لا أقول به إطلاقا، وهو الكلام الذي قلته فيما يتعلق بالسبايا. أنا كنت أيامها أشرح في كتاب الجهاد، أشرح كتابا من الكتب. ما أحكام الجهاد؟ قلت من أحكام الجهاد أن المسلمين إذا دخلوا بلدا أنهم يغنموا ما في هذا البلد من رجال ونساء وأموال، ويقسم هذا على المجاهدين. الكلام ده كله أنا بقى أشرح في كتاب. وقلت من ضمن الكلام ده أن الرجل ممكن يأخذ امرأة أو يأخذ رجلا أو يأخذ طفلا أو الكلام ده. فنحن فقدنا بترك الجهاد بابا من أبواب الغنى إلى آخره. ده كان تعليق. يأتي هؤلاء على القناة الفضائية ويقول لك أن أبا إسحاق الحويني يقول الحل للفقر الذي يقبع في بلاد المسلمين ان احنا ندخل بقى على الغرب والكلام ده ونجتاح الغرب وناخد نساء الغرب ومش على الكلام ده وبتاع، وبعدين يبتدي يشتموا. انا ما قلت هذا اطلاقا، ما قلت هذا، بل في كلامي انا ذاك، وضع ضوابط لهذا الجهاد اللي هو جهاد الطلب، وضع ضوابط لهذا الجهاد. وقلت في هذا الشريط أيضا أن في هذا العصر أنه أصبح غير ممكن لضعف المسلمين الشديد. يوم حتى يريد أن يشوهه صورتي، يأخذ قطعة من الكلام وبعدين يبتدي يجيب علماء يردوا علي، وبعض العلماء يتهمون بالسفه وأن أنا غائب عن الواقع وأن أنا رجل متخلف عقليا إلى آخره. ما هذا كله من الظلم والعدوان. وذلك أنا أقول لمن يتصدى من أهل العلم لهذا، لا، إذا عرض عليك قول من أقوال بعض من ينتسب إلى العلم مثلي، لا تأخذ على هذا على ما عرضوه عليك، ولكن تحرى قبل أن تخرج حسناته من حسناتك إلى صحيفتي. عشان كده يا إخواني يعني تحروا الصدق وتحروا البراءة للمسلمين. وأختم، يعني عارف الحلقة بدأت وشكت على النهاية، أقول براءة للمسلمين ما رووه عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش رحمة الله عليه، أنه كان يمشي مع شيخه إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم النخعي أعور، فقال له الأعمش، والأعمش كان فيه شيء في وشه يعني، فقال له إبراهيم إليك عني، يعني أنت في طريق وأنا في طريق، أعمش وأعور، يعني أعمش وأعور ماشيين مع بعض، فالناس هيتريقوا علينا بقى ويعني يبقى فيه سخرية وكده، فإليك عني أي ابعد عني، يعني حتى لا يسخر الناس بنا أعمش وأعور. فقال له الأعمش نمشي ويأثمون، لا نمشي مع بعض واللي عايز ياخد إثم ياخد. فقال له إبراهيم النخعي بل نفترق ويسلمون. لاحظتم يا مستمعين يا أمة الإسلام، لاحظتم أبو إسحاق الحويني كيف يتبرأ ويريد أن يخرج نفسه من هذا المأزق لأنه تلقى الكثير من الضغوطات من وسائل الإعلام. لاحظتم كيف يقول أننا يجدر بنا أننا نتحرى الصدق إذا جاءنا كلام من رجل دين أو عالم من أمثاله، أو يعني الغريب كيف تتعاملون وتقرؤون كلام هؤلاء العلماء. الشيء الأغرب هو المثل الذي قاله أبو إسحاق الحويني في آخر كلامه. إذا كنت أنا المستمع والملتصق بالرجل الدين، هل أنا هو الأعمش؟ وإذا كنت أنا الأعمش، إذن بطريقة منطقية هو الأعور، هو الشيخ الأعور. وعندما أراد الأعمش أن يساور هذا الأعور
قال له علينا أن نفترق سلامة للمؤمنين. إذا هو أبو إسحاق الحويني بعد كل هذا الكلام يقول للناس: يا ناس لا تتبعوني، لا تتبعوني، لا تتبعوني. هذه هي المشكلة. أنتم ملتصقين بشيوخكم وشيوخكم يقولون لكم: نحن لسنا مؤهلين لكي يؤخذ بكلامنا، قد نكون فتنة وضلالة. فلنشاهد ماذا قاله أبو إسحاق الحويني بعد 4 سنوات من إنزاله لهذا المقطع. أي معركة من المعارك فيها غالب ومغلوب. إحنا إذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر، وحكم الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يرادفه كلمة أخرى زي القتال والكفاح والنضال. الكلام ده لا يرادف الجهاد. الجهاد له شرط أساسي رئيس: أن يكون عدوك يدين بغير ملة الإسلام. طب لو أنا العدو بتاعي مبتدع زي الروافض، ما اسموش جهاد، اسمه قتال، اسمه نضال، اسمه كفاح، لأن الآثار المترتبة عليه ليست كالآثار المترتبة على قتالك للكافرين. فاحنا النهارده نتكلم عن مصطلح ايه؟ الجهاد، مش القتال ولا الكفاح ولا النضال. لا، احنا بندرس فقه. إذا احنا غلبنا شيء طبيعي هنفرض أحكام الإسلام على البلد التي دخلناها. أحكام الإسلام بتقول إن كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا، نساء، رجال، أطفال، أموال، دور، حقول، مزارع، كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية. ألف ب، بقينا أغنياء ولا لا؟ دخل الخزينة فلوس ولا لا؟ ولا الفلوس هتروح سويسرا؟ ها؟ ما فيش حد بيحول في الحاجات دي، ما فيش حد بيحول حاجة، كلهم دينين خيرين الكلام ده. طيب، يبقى أنا أحرزت أموالا ودورا، أموال سيلة، أموال مجمدة. طيب الناس السبايا دول مصيرهم إيه في الشرع؟ مصيرهم إن هم كغنائم يوزعوا على المجاهدين. وهناك قانون كما في الحديث أن من لم يحضر الغزوة لا نصيب له في الغنيمة. معروف كده، ما يحضرش الجهاد الغزوة مالوش نصيب في الغنيمة. طب أنا دخلت على بلد وتعدادها مثلا 500,000، نعمل إيه في 500,000 دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم، 100,000. ها؟ خلاص، يبقى كل واحد ياخد 5، كل واحد ياخد 5. المسألة هتتنوع، تاخد لك 2 رجالة و2 ستات وعيل، أو العكس. ها؟ لازم تتقسم. جميل. الناس دول أول ما يحصل هذه المنظومة لابد أن يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة. سوق النخاسة لسوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال. تمام؟ كل راس من هذه الروس بقى له ثمن. فأنا دلوقتي عندي 5 روس، مش محتاج حد منهم، ومعذور في قرشين، أعمل فيهم إيه؟ أعلق لهم المشنقة وأتخلص منهم، ولا أعمل إيه؟ قال لك لا، تروح تبيعهم في السوق. خلاص، لازم عشان أبيعهم لازم يكون في سوق. فهنبتدي نساوي، تشتري مني دي بكام أو ده بكام؟ يقول ب 300، لا خليها 314، لا 350، 300، هات اشتري، يقبض ويمشي. لاحظتم يا أمة الإسلام كيف أبو إسحاق الحويني رجع إلى بداية القصة، رجع إلى بداية الأمر الذي أنكره أصلا بواسطة مقطع فيديو، وها هو بعد 4 سنوات
يثبت هذا الكلام. والغريب أحبتي أنه لا يوجد كتاب يقرأ عليه كما قال في مقطع الأول، ولكن يبدو كأنه متحمس طواق إلى هذا الأمر اللي فيه سبايا وجواري وبيع وشراء وغنى وكذا. أنا يمكن ملاحظة فقط، ألا يشدكم الانتباه إلى ظاهرة قد ظهرت منذ سنوات في سوريا والعراق، وهذه الظاهرة هي داعش. فعلت تماما كما تحدث أبو إسحاق الحويني تماما وبكل التفاصيل. وإليكم الحكم، علماؤنا هم شر فقهاء تحت ظل السماء، هكذا وصفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أمة الإسلام، كفاك هرولة ولهثا وراء علمائك. لقد ظهر الإمام المهدي وهو لديه حركة مهدوية تنقذكم من هذا الضلال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.